اجي مثلا من المطار، انت ساكن بالساعات، واحد زي حالاتي كل همه في الدنيا يجيب مخطوطات ويجيب الكتب الجديدة والكلام ده، لازم تفتش، ما تفتيش خاص، اركن على جنب. مخطوطات يا فندم، وثائق يا فندم، وثائق. ايه وثائق دي؟ ويجي يبص ايه ده؟ طبعا مخطوطات، انتوا عارفين مخطوطات مكتوبه بخط قديم وبتاع، وما يعرفش يقرا ولا كلمه فيها وبتاع، دي يبقى ايه؟ دي مؤامرات بقى وخطط. تمام. فكان في كتاب نفسي فيه ويعني روحي هتطلع عشان اجيبه، هو كتاب علل الدارقطني، 5 مجلدات، موجود في دار كتب مصريه، بس ما اعرفش اجيبه من دار الكتب، جبته من السعوديه، الاخ لنا هناك. فالمهم الراجل فتح قال له وثائق يا فندم، فجاء قال لي ايه ده؟ قلت له ده الدارقطني. قال لي يعني ايه الدارقطني؟ قلت له ده امام شغال في علم حاجه اسمها الحديث وحاجه اسمها العلل وبتاع مش عارف. قال لي تعرف تقرا فيها؟ قلت له اه. قال لي طب اقرا. قعدت اقرا، ماشي يعني ايه اقرا يعني الكلام ده. قال لي طيب خلاص اركن، والكتب اللي معاك؟ قلت له كتب حديثه، كتب كلها دين ومش عارف ايه بتاع. يبقى انت لازم تمر الاول على وزاره الثقافه عشان اعلام، ولان ككتب طلعت كتب دينيه يبقى لازم تمر على الازهر. اما المخطوطات دي بقى اللي الوثائق اللي معاك دي، فدي بقى دي تركنها على جنب، لان دي هتروح مخابرات. طيب طب يا جماعه اقروا كتب، بلاش كتب مطبوعه. وفتحت له كتاب، قلت له انا عايز اقول لحضرتك بس الكتاب المطبوع ده، طبعا لما يكون في كتاب مخطوط وبننشره اول مره تقوم تلاقي يعني صفحتين المخطوطه في اول ايه؟ في اول الكتاب يعني. قلت له بص حضرتك، الكتاب المطبوع ده اللي انت حضرتك بتقرا فيه كان اصله زي الوثائق دي، فانا جبته وبتعب عليه وبكتبه وبرقمه وبشكله وبدخله مطبعه وبعمل بروفه اولى وثانيه وثالثه ورابعه لحد ما حضرتك يوصل لك الكتاب وتقراه. ادي شغلتي. ده ممكن ينجيني من وزاره الثقافه، وينجيني من الازهر، وينجيني من الوثائق. المساخد دي دواليك كتير جدا يعني، خفت طبعا في السنوات الاخيره بعد ما طلعت الفضائيات والكلام ده، وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومه حقيقيه لضبط الامن فيها، من فهم الناس الدين صح، بدا الناس يعرفوا حقيقه الدين. القرون الثلاثه الاول بدات الدنيا تهدى والناس يتعلموا دينهم. احنا امن قوم، احنا امن البلد. ليه؟ كل واحد بيتحرك بعقيده. فلما نضبط ايقاع الناس على الكتاب والسنه بفهم القرون الثلاثه الاول، الدنيا بتهدى.